كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل الكعك على أصوله. الكعك بطريقة سهلة وبسيطة وكل تفاصيله اللي الناس كتيرة جدا جدا بتشتكي ان الكعك ما بيطلعش مظبوط معاها. خليكم معايا لآخر الفيديو، هنشوف كل تفاصيل الكعك. إذا عايزة تعمليه دايب وعايزة تعمليه مظبوط، كل ده هنتكلم عليه في الفيديو النهاردة. شايفين الكعكية عاملة ازاي؟ جميلة جدا، هايشة وجميلة مش مكتومة، ده غير ان هي دايبة وزي العسل. انا عايزة تعملها مظبوط هنقول على مقاديرها، وعايزة تعملها دايبة زي المحلات هنقول برضو على مقاديرها. النهاردة هعملها لا منها مظبوط ولا منها دايبة، هخليها بين الاتنين دول في المقادير. وهنعملها النهاردة بحشوتين، العجوة والملبن. نسمي الله ونصلي على الحبيب، وما تنسوش كمان اللايك واشتراك في القناة، ولايكم متابعة على صفحتي على الفيسبوك. اول حاجة هنا معايا في الحلة دي قالب زبدة، ده عيار كيلو او وزن كيلو. البيضة دي سمنة بلدي، يعني 2 كيلو 650 جرام من السمنة. تمام. اللي في الطبق ده 5 كيلو دقيق. ال5 كيلو دقيق دول هحط عليهم سمنة قد ايه؟ 650. 2 كيلو 650. طب انا عايزة اعملها مظبوط، عايزة الكعك بتاعي يبقى مظبوط، اللي هو لا دايب ولا ايه ولا ناشف، يكون متوسط. يبقى احط على ال5 كيلو دقيق 2 كيلو ونص. تمام كده. النهاردة هعمل 5 كيلو دقيق، هحط على ال5 كيلو دقيق 2 كيلو ونص. عايزاه دايب زي المحلات ما بنشتريه، يبقى هحط على كل كيلو هزود له 50 جرام. كل كيلو هزود له 50 جرام. تمام. انا بقى النهاردة مش عايزاه لا دايب ولا عايزاه مظبوط، انا عايزاه متوسط. فاعمل ايه؟ زودت 150 جرام بس، يعني 2 كيلو 650. تمام كده. فهمنا لحد كده. حطينا السمنة على الدقيق. اهم خطوة لنجاح الكعك سواء على البارد او سخن، ان انت تقعدي تبسي فيه. يعني ايه ابس فيه؟ يعني اقعد ادعك الدقيق في قلب السمنة زي ما انا بعمل كده. ده اهم خطوة، وكل ما انت بتطولي في المدة في الدعك بتخلي الكعكية دايبة ومظبوطة معاكي 100%، وتتأكدي ان هي تطلع معاك ان شاء الله مظبوطة. فده انك تدعكي فيه كده، يعني تبسي فيه كده علشان يطلع معاكي مظبوط. ما تستعجليش خالص، كل ما تطولي في الدعك تبص تلاقي العجينة بتبدأ تطرى معاكي. تمام كده. بعد كده ما قعدت ادعك فيه شوية كده كتير، معايا هنا في الطبق ده خميرة، مش خميرة فورية، دي خميرة بلدي بتيجي من الفران بتاعة المخبوزات. رحت قلت له انا عايزة خميرة لمقدار 5 كيلو دقيق، يعني حوالي معيارها كده حوالي 3 معالق كبار من الخميرة. حطيت عليهم كوباية سكر، وبدأنا ندعك فيها كده لحد ما السكر يدوب مع الخميرة بالطريقة دي. بنزل عليها بشوية لبن او شوية مية. الحلة ديت انا معيرها لبن على مية مش لبن بس، يعني كيلو الدقيق بياخد له كوباية مية او كوباية لبن. انا مش عايزة اعجن بلبن خالص ولا عايزة اعجن بمية خالص، فحطيت كوبايتين ونص مية وكوبايتين ونص لبن. تمام. ليه بقى؟ لان انا عندي 5 كيلو دقيق، يبقى المفروض اخد 5 كوبايات يا لبن يا مية، فحطيت نصهم مية ونصهم لبن. تمام كده. يا رب تكون اللي انا بقوله ده واضح وفاهمينه. تلمي بس ما تعجنيش، تقعدي تلمي لحد ما العجين ده يشرب من السوائل كلها. بعد ما بيشرب توقفي عجن علشان ما ينشفش منك. شايفين؟ جميلة جدا وما بيشققش ولا فيه اي حاجة. نبدأ بقى نشكل الكعك بتاعنا زي ما انت عايزة، الشكل اللي انت عايزاه ومتاح عندك في بيتك. اول حاجة خدت حتة عجوة كده، وببدأ اشكل الكعكة مثلا بمنقاش ببصامة، حسب الحاجة اللي موفرة ببيتك او الشكل اللي انت بتحبيه وبتحبي تعمليه في الكعكة عندك. عندي منقاش كده، فهبدأ انقش كده، احاول انقش شكل يكون حلو بالشكل ده. بالطريقة دي. يا رب تكون الشكل بس واضح. عندي كمان هنعمل شكل تاني اللي هو بالبصامة. تمام. في ناس بتحب تعمل الكعك كله بشكل واحد، مفيش اي مشكلة. انا بحب اقعد اشكل في الكعك، بعمل يجي كذا شكل كده. ناخد برضو حتة عجينة كده فيها عجوة، واعمل بالبصامة برضو
اللي هي دي تديك الشكل ده. تمام. عندي كمان شكل تالت اللي هي بتبقى عاملة شكل المنقاش ده او الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بحط بقى حتة ملبن فيه وابدأ ايه اشكل بيها، بتديكي شكل ظريف جدا وحلو قوي. بحب الملبن يكون لي شكل لوحده علشان تبقى عارفاه، يبقى عارف ان الشكل ده بتاع ملبن. حلو قوي. ندخله بقى الفرن، هيطلع بالشكل الجميل ده، لونه زي العسل. عايزة بقى ترش عليه شوية سكر بودرة، تسيبيه كده سادة براحتك. الأهم من ده كله ان هو طلع تحفة جدا ومظبوط معانا 100%، لا ناشف ولا دايب قوي ولا اي حاجة، كده عسل جدا. شايفين القرصة بتتهري في ايديا ازاي وجميلة جدا جدا. جربوا المقادير ديت بالطريقة ديت هتطلع معاك مظبوط ان شاء الله. لو عجبكم الطريقة والمقادير طلع معاكم مظبوط، يا رب تكتبوا لي في التعليقات وتقولوا ايه رأيكم، حلو ولا لأ. وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها.